شوفوا، ما دام ربنا معاك يبقى ما تخافش. الطريق الروحي طويل لكن بربنا يأثر. الطريق صعب، الشيطان يقول لك كده، يقول لك الطريق الروحي طريق صعب. تقول له أنا أعرف أنه طريق صعب، ده نصف الحقيقة، والنصف الثاني أعرف أن الله معنا في هذا الطريق، والله هو الذي يقود خطواتنا في هذا الطريق. يقول لك هتوصل لربنا ازاي وأنت لا تريد؟ قل له أنا لا أريد الخلاص لنفسي، ولكن ربنا يريد لي الخلاص. يبقى خلصت. هو يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يخبرون. وفكركم ربنا بيريد وما بيشتغلش؟ لا، بيريد وبيعمل. حتى لو كنت انت مش عايز تصطلح مع ربنا، ربنا هو اللي عايز يصطلح معاك. ده ربنا بعت الرسل والانبياء بيقول نسعى كسفراء للمسيح. نعمل ايه؟ بالنادي ونقول اصطلحوا مع الله. وبولس الرسول بيقول اعطانا خدمة المصالحة، يعني ربنا عين ناس وقال لهم شوفوا يا جماعة يا رسل يا قديسين يا حبايبي يا اللي بتنفذوا ارادتي، انا عايز اصطلح مع الناس الخطاه دول، ايه رأيكم؟ ربنا هو اللي عايز يصطلح مش انتوا. ده ربنا ده حنين بصحيح، هو اللي عايز يصطلح. ومش بس هو اللي عايز يصطلح، بيقول ده انا واقف على الباب واقرع، من يفتح لي اخش واتعشى معه. يعني هو اللي بيجري، هو اللي بيسعى، هو يسعى لخلاصك حتى لو لم تسعى انت لهذا الخلاص. يجري وراك زي ما جري ورا الخروف الضال، ويدور عليك زي ما دور على الدرهم المفقود. الشيطان يأسك ويقول لك مفيش فايدة، اقول له لا، مفيش فايدة ازاي؟ لو كان عملي انا ضعيف عمل الله قوي، لو كانت ارادتي انا ضعيفة ارادة ربنا قوية، لو كنت انا مش عايز هو عايز. هو طريقة الشيطان ان ينسينا ربنا في قضية خلاصنا، ينسينا ربنا. احنا ما ننساش ابدا، احنا نضع ربنا امامنا باستمرار فنتعزى ونتقوى. مشكلة جحزي انه ما كانش شايف الذين معنا، عينيه مقفلة، لذلك صلى من اجله إليشع وقال افتح يا رب عيني الغلام ليرى الذين معنا، يشوف اللي معانا دول ايه. انت مش شايف نعمة ربنا المحيطة بيك. صدقني لولا نعمة ربنا المحيطة بيك ما كنت تقدر تمشي يوم واحد صح، يوم واحد ولا ساعة واحدة. شوف، ولا ساعة واحدة صح كان اقل خطية. اي شيطان حتى لو شيطان في اعدادي خدمة لسه جديد ما تمرنش يقدر ينتصر عليك. لكن قوة ربنا هي اللي بتنقذ، وهي اللي بتحمي، وهي اللي بتخلص. انت بتتوب ازاي؟ روح الله القدوس هو الذي يبكتنا على خطية، زي ما ورد في يوحنا 16. هو اللي بيبكتك على خطية، وهو اللي بيقودك في الطريق الروحي. ده ربنا هو اللي بيبدأ معاك حتى لو انت ما ابتدتش. هو اللي بيبدأ معاك، هو اللي بيصحيك، بيوقظك، بيقول لك قوم، صح النوم يا نايم، قوم، إنها الآن ساعة لنستيقظ، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني هو اللي بيبتدي في الأول وإحنا اللي بنقسي قلوبنا. ربنا من أجل خلاصنا هو اللي عمل كل حاجة. هو اللي دبر التجسد الإلهي، هو اللي دبر طريقة الكفارة، هو اللي دبر طريقة الذبيحة.
طريقة الفداء، هو اللي دخل في الموضوع. فاللي خلاه يعمل الحاجات الصعبة دي يقدر يكمل الباقي. بس المهم انك انت تستجيب، مش تقول ما دام ربنا هيعمل كل حاجة انام انا بقى ويبقى يصحيني كمان سنتين ثلاثة. ما جايز يصحيك ما يلاقيكش، تكون انتهيت في السنتين الثلاثة دول. انما واجبنا هو الاستجابة لصوت الله دي واحدة، والاشتراك مع الله في العمل دي اتنين. هو اللي هيشتغل بس احنا نستجيب ونشترك معاه. ده اللي حاصل. ربنا هو اللي بيدعو الناس للخلاص، هو اللي بيعمل كل حاجة. شوفوا في كلمة لطيفة في رمية 8 عن عمل ربنا. بيقول ايه عن اللي دعاهم واللي بررهم واللي قدسهم؟ كله هو اللي بيعمل دي. بيقول لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. يبقى هو اللي بيعين، وهو اللي بيدعو، وهو اللي بيبرر، وهو اللي بيمجد. بيشتغل على طول. عشان كده السيد المسيح قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل.